قصة رعب حدثت في صعيد مصر لرجل يعمل في فرن عيش بلدي، وإن الراجل ده متعود إن هو يروح الفرن والشغل بتاعه الساعة 6 صباح، وهو اتعود على كده واتعود إن هو يصحى بدري عشان يقدر يروح شغل، وكانت أموره عادية جدا وما كانش بيؤمن بالسحر ولا الأشباح ولا الحاجات اللي زي دي. حتى جه يوم وصاحبه العجان ما جاش في اليوم دون، فاضطر اللي هو يروح مكان، وعشان يروح مكان الراجل دون لازم يروح بدري بعد الفجر على طول، لازم يكون في الفرن. وبالفعل الراجل في اليوم اللي قبلها صلى العشاء ونام بدري وقام على صلاة الفجر عشان يقدر يروح شغله بدري. والراجل بعد ما خلص صلاة الفجر بتاعته فطر واخد بعضه ومشي. ومن هنا هتبدأ قصتنا. بس يا ريت قبل ما ابدأ القصة، لو انت جديد ولسه ما اشتركتش في القناة انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس تشجيعا لنا عشان نقدر نكمل ليكم بقصص جديدة ومثيرة. واهم حاجة اوعى تنسى اللايك الجامد بتاعك عشان هو ده اللي هيخلينا نستمر معاك. ويلا بينا نبدأ الحكاية. وتبدأ بقى حكايتنا إن الراجل دون كان ماشي، وهو ماشي كان لازم يعدي على مزلقان عشان بعد المزلقان نهاية الشارع في الفرنة اللي هو شغال فيها. ولما وصل المزلقان لقى راجل جنبه بجواره عجلة، وكان بجانب العجلة شوال مليء بالقماش مع الراجل، وإن الراجل كان شكله طبيعي للغاية. فالراجل صاحبنا راح قال له السلام عليكم، فالتاني ما ردش عليه السلام، فكررها بصوت عالي قال له السلام عليكم، ولكن ايضا الراجل ما ردش عليه السلام، مع انه كان قريب منه جدا وما ردش برضه السلام عليه. فصاحبنا اخد بعضه ومشي، وكان منزعج جدا من سوء المعاملة اللي قابلها من الراجل ان هو ما ردش عليه السلام. كان وهو ماشي عمال يكلم في نفسه ويقول خلاص احنا بقينا للدرجة دي مفيش حد بقى بيحترم حد، والكبير ما بقاش بيحترم الصغير ولا الصغير بقى بيحترم الكبير، للدرجة دي ان ما بقتش الناس ترد على سلام ربنا. وفي لحظة وهو ماشي شم ريحة دم وبص وراه عشان يشوف صاحب العجلة، لكن ما لقاش صاحب العجلة واختفى من المكان خالص. فصاحبنا خاف جدا وبدأ يسرع في خطواته عشان ما تحصلش حاجة معاه، والرعب سيطر عليه كاملا لان هو توقع ان الراجل دون ممكن يكون شبح او جن. وبالفعل كانت توقعاته كلها صحيحة. ولما الراجل دخل الشارع اللي فيه الفرن اللي بيشتغل فيه لقى الراجل صاحب العجلة قدامه والدماء مغطية كل حتة في جسمه، وكانت الدماء منتشرة في الأرض بطريقة كبيرة ورهيبة، مما أدى إلى خوف الراجل ورعبه وفزعه. والعجلة بتاعته كانت متحطمة والشوال اللي كان معاه كان بيسيل منه دم، فتسمر الراجل في مكانه ومش قادر يتحرك خطوة واحدة، حتى سمع صوت كلاب. فلما بص للكلاب لقاهم كلاب غريبة بأحجام كبيرة وعينين حمراء وأنياب مكشرة جدا ليه. فجري الراجل بكامل قوته إلى اتجاه الفرن، فبالفعل وصل إلى الفرن، والراجل تمالك أعصابه بالعافية عشان يقدر يكمل يوم شغله. والدنيا ليلت وجه صاحب الفرن، فصاحبنا قال لصاحب الفرن أنا مش هاجي مكان أي حد تاني حتى لو فيها قطع عيش. وإن من الغريب إن صاحب الفرن فهم الموضوع وهز راسه للراجل، وصاحب الفرن عرف اللي حصل للراجل من غير ما الراجل يقول له أي حاجة نهائية. والراجل في اليوم دون ما روحش بيته وصمم إنه هو يروح يقعد على القهوة مع أصحابه، وكانت القهوة من الناحية التانية اللي فيها المزلقات. وبدأ الراجل يحكي لصاحبه اللي حصل معاه كل حاجة بالتفصيل، وصديقه كان قاعد عمال يضحك وصاحبه عمال يحكي له في القصة اللي حصلت معاه، مما أغضب صديقنا وقال له يعني أنا بحكي لك اللي حصل معايا وأنت قاعد عمال تضحك؟ فصاحبه راح رادد عليه وقال له إن آخر شيء كنت أتوقعه إن هم يظهروا لك. الراجل سأله متعجب يظهروا لي مين وهم مين اللي ظهروا لي؟ صديقه قال له إن صاحب العجل
العجلة ده كان في يوم معدي من على المزلقان والقطر فرمه، وان في حوادث كتيرة حصلت على المزلقان دون، وهم الناس دي بتطلع بدري، فانت عشان كنت بتروح شغلك الساعة 6 فما كنتش بتشوفهم، فلما رحت بدري شفتهم. احنا على طول بنشوفهم وبنسمع صوتهم، وصاحبنا من يومها وهو ما بيروحش شغله الا الساعة 6 صباح. حتى لو حصل كارثة في الفرن الراجل حلف ان هو ما هيروح الا بعد الساعة 6 شغل. وبكده تنتهي حلقتنا عن قصة المزلقان والاشباح المرعبة. وعلى فكرة يا جماعة ان القصة دي حقيقية وحصلت بالفعل، ودي كانت على لسان صديقنا وانا اخدتها منه ورويتها زي ما هو حكاها لي بالظبط. لو انت بقى وصلت معانا لغاية هنا انزل يلا يا جميل اشترك في القناة وفعل زر الجرس، واوعى تنسانا من اللايك الجميل بتاعك. تحياتي ليكم، حكايات محمد.